يتحملش ان يطول التاريخ. انا نقول لازم من هنا يخرج جمعه. من هنا يخرج جمعه. نعم. تتحل الحكومه. والا باش نزيدوا نعمقوا الازمه وباش نخلقوا الظروف الملائمه لوضع كما في مصر. أنا جاي شوية آخر الوضع في مصر. تتحل الحكومة من هنا لآخر الجمعة. في المقابل ما قلتش تحل الحكومة من هنا لآخر الجمعة. الحل الكل يقع من هنا لآخر الجمعة. الحل الكل. شوف طبوريب يتواسى. معناها خلال 3 أيام تتحلل الحكومة ويجي هو، طبعا لازم يرجعوا للسلباجي وحسين العباسي. أخي بجاه ربي شكون تحبوا تحطوا رئيس حكومة يرحم والديكم؟ وشكون تحبوا تحطوا وزير خارجية وزير داخلية؟ يا ندبهم يا دمار الازرق اللي ما حصلش في تاريخ الدنيا. واحد ما دخلش الانتخابات يقرر شكون تحكم، شكون يحكم تونس، وشكون يكون وزير خارجية وزير داخلية وزير دفاعها. مالي تونس كيفاش؟ هو العقل وين المنطق؟ حسين العباسي رئيس نقابة. تو احنا ساكتين، اتحاد شغل على الراس وعلى العين. من اتحاد شغل راهو في عهد بن علي، راهو كان حليف قوي، هو اللي كمل. خلي بن علي كان يحضر في مؤتمر اتحاد شغل وهما يحضروا في مؤتمرهم وكانوا يرشحوا في بن علي للرئاسه. احنا نسينا هذا كله. احنا ساكتين لان الناس الكل يحبوا في الامور تمشي لقدام ونقول في كلام طيب. هم كي يولي الامور باش يفرضوا زيد تو يحبوا يحكموا تونس بطريقتهم. ما لازم نقول لهم يرحم والديك، هاي بالقدر، هاي بشويه. فيا توانسه هنرجع لكم العنوان اللي هو في الجواب على السؤال لماذا المظاهره نهار الجمعه. لأنه إذا ما تتظاهروش وتفهموا السبسي والعباسي أن تونس لن تخضع لوصايتهم، البلاد راهي تتباعد شراء والله حد وإحنا غافلين. والسيناريو المصري اللي قال لك معناها يما الحكومة تستقيل قبل نهار الجمعة بنهاية الجمعة ولا يحصل، هاكم شفتوه وعرفتوه. تو هاكم على الأقل في الصيف هاي الناس كل تعمل في أعراسها والناس هاي مروحة من الخارج، ورغم الظروف هذه الصعبة كلها على كل حال في أمن وتتحركوا بسياراتكم. الواحد يركب من بالليل من تونس 9 على الليل يكون الصباح في تطاوين. اما غدوه كي توانسه يتقسموا بالطريقه الناتنه اللي شايفينها في مصر. واذا كان لا قدر الله 1000 بعد الشر 1000 بعد الشر معناه يلاقوا بعض الجماعه المغربين هذه وتقول لي في الدم ونقول ما نقدرش نلموا حتى جثتنا ندفنوها دفن حتى يوقع الفاس في الراس. يا توانسه ادعوكم انكم تخرجوا تلبوا دعوه نواب تيار المحبه الوطنيين اللي يحبوا تونس كما بقية التوانسة، واللي يحبوا الشعب هو اللي يقرر ويحسم الخلاف هذا. اطلعوا نهار الجمعة وقولوا نحبوا نحموا ديمقراطيتنا. يا اخواننا انتم السياسيين اختلفتوا، هيجي ارجعوا لنا نقرروا نحن اشكون منكم اشكون عندنا فيه ثقة باش يدير شؤون البلاد. علاش اذا البلاد في ازمة اللي باش يحلها هو حسين العباسي ونجيب وش اسمه ونجيب الشابي وحمل همامي